بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله بإذن الله. إذا ما نطولش عليكم بالنسبة للفيديو ديال اليوم إن شاء الله بإذن الله، من خلاله غادي نشارك معكم القنوات الناقلة المفتوحة على قمر نايلسات لمتابعة المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الكرواتي. فكما تعرف الجميع، غدا إن شاء الله بإذن الله على الساعة 4 بعد الزوال بالتوقيت المغربي، وكذلك السادسة بالتوقيت القطري. إذا إخواني ما نطولش عليكم، فاللي تيشاهد هذا الفيديو لأول مرة نتمنى يدخل عندنا القناة ويتابونا معنا، يدير اشتراك بالضغط على زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الإخوان باش الجميع يشاهد هذه المباراة. إذا إخواني كما قلت لكم، غدا على الساعة 4 بعد الزوال مقابلة المنتخب الوطني ضد المنتخب الكرواتي. هناك 3 قنوات مفتوحة. فهناك القناة الخاصة بالمغرب داخل الأرض الوطن، وهي قناة أرضية TNT كما تعرف الجميع، القناة الرياضية المغربية. وهناك كذلك قناتين ناقلتين لهذه المباراة، وهي قنوات مفتوحة على قمر نايلسات. فبالنسبة للقناة الأولى فهي قناة بي إن سبور كما تعرف الجميع. غدا إن شاء الله ستذيع هذه المباراة على قمر نايلسات، وهي قناة مفتوحة. هذه هي القناة الناقلة لهذه المباراة، وهي بي إن سبور كما قلت المفتوحة. وتردد هذه القناة هو 110 53 أوريزونتال 27500. أعيد 110 53 أوريزونتال 27500. هذه بالنسبة للقناة القطرية بي إن سبور. وهناك قناة الثانية، وهي القناة الكأس وان، كذلك ستنقل هذه المباراة إن شاء الله بإذن الله، وهي القناة القطرية. وهناك القناة الكأس القطرية الناقلة كذلك لهذه المباراة، وهو تردد هذه القناة 119 أوريزونتال 27500. 119 أوريزونتال 27500، وهي قناة الكأس وان اتش دي. هذه هما القناة الناقلة. فبالنسبة لقناة بي إن سبور المفتوحة، فالمعلق على هذه المباراة دائما المعلق المغربي جواد بدة. وهناك المعلق لقناة الكأس هو المعلق البلوشي. إذا إخواني الكرام، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تبخلوش علينا بالجيم ديالكم، وبارطاجيو هذا الفيديو مع الإخوان باش دائما تعم الفائدة. إذا إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.